أخيرا وصلنا لآخر فيديو في الكورس بتاعنا. في الفيديو ده هنتكلم عن Array Depth Section بتاع أرنولد، فيلا بينا. السين سيت اب المرة دي برضو بسيط زي المرة اللي فاتت، هو تقريبا نفس الحاجة. فخلينا نبتدي على طول بإن احنا نفتح ال IBR من أرنولد. هندوس على IBR Window ونحط ال IBR Window على يمين الفيور ونكبرها شوية. بعد كده خلينا نفتح ال diffuse null دوت. هنلاقي فيه السفير والكيوب والسلندر. بعدين هندوس كنترول V، فهنفتح ال render settings. وبعدين ندوس على array depth عشان نفتح array depth section ونحرك ال render settings دي نجيبها على الشمال هنا. array depth section كله بيتكلم عن عدد المرات اللي احنا بنسمح فيها لل light ray ان هو ينعكس في السين بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده عندنا 6 values ممكن نلعب بيهم. اول حاجة عندنا التوتال، وهو عبارة عن اكبر عدد من الانعكاسات اللي ممكن تحصل في اي جزء من اللايت راي بتاعنا، اللي هو متقسم للديفيوز، سبيكولار، ترانسميشن، الفوليوم والترانسبيرنسي. فمثلا لو خلينا الديفيوز دي 13، فهو مش هيسمع الكلام في ان احنا هنا مخلين دي 13، لا هو هيقف عند 10 بس. ونفس الكلام لو علينا اي فاليو من دول برضو اعلى من العشرة اللي احنا عاملينها في التوتال. خلينا نريسيت الفاليو بتاعة الديفيوز عشان نبتدي نتكلم عن هو ايه الديفيوز. او خلينا نخلي الفاليو دلوقتي صفر خالص في الديفيوز، ونبص على الاي بي ار هنلاحظ ان يعتبر، او يعني مش يعتبر، هو فعلا مفيش اي انعكاسات خالص من اللايت، اكن مفيش جي اي. فاللي منور السين دلوقتي بس هو الدايركت لايت بتاع اللايت سورس بتاعنا. خلينا نعلي الفاليو بتاعة الديفيوز. هنا بدل 0 هنخليها 1. ونبص في الشادو كده هنلاقي ان اللون بتاعه ابتدى يبقى افتح. خلينا بدل الواحد دي نخليها 3. برضو هنلاحظ ان الشادو تحت بقى هيبتدي يبقى افتح برضو من الفاليو بتاعة 1. وكل ما هنزود الفاليو بتاعة الديفيوز، المناطق اللي ما عليهاش دايركت لايت هتبتدي تبقى افتح، عشان احنا خلينا اللايت راي ينعكس عدد مرات اكبر في السين ما بين الاوبجكتس. خلينا اخيرا نجرب الفاليو 6. هنستناها ترندر. مش هنلاحظ تغيير كبير جدا، بس ستيل برضو في تغيير. بعد كده هنقفل ال diffuse null دوت ونفتح ال specular عشان نبتدي. خلينا نخلي الفاليو بتاعت ال specular 0. طبعا على اليمين في ال IBR بنشوف ان السفيرز كلها بقت سوداء، مفيش غير الدايركت لايت بس اللي باين على السفيرز. فهنبتدي نعلي السبيكولار فاليو دي ل1. بعد ما عليناها ل1 بنلاحظ ان الريفليكشن بتاع اللايت على الباك دروب اوبجكت هو بس اللي ظاهر، والريفليكشنز بتاع السفيرز ما بينهم وما بين بعض زي ما احنا شايفين كده لسه لونه اسود خالص. فهنعلي الفاليو دي ل2 ونبص على الريفليكشن بتاع السفيرز قدام بعض، بنلاقي ان هو ابتدى يظهر بشكل اصح. هنخلي الفاليو دي 3. بعد الفاليو بتاعة 3 بالنسبة للسين ده بالتحديد مش محتاجين احنا اكتر من 3، بس في حالات تانية هنحتاج ان احنا نزود السبيكولر اكتر من 3 على حسب السين بتاعنا. هننتقل بعد كده للترانسميشن. نفتح النل بتاع الترانسميشن، والديفولت بتاع الترانسميشن دايما بيبقى 8. احنا هنخليها 0. اما خليناها 0 احنا اكننا لغينا الافكت بتاع الترانسميشن خالص، فبقت الماتيريالز اكنها سوليد عادية بلاستيك. هنبتدي بان احنا نزود الفاليو، بدل 0 هنخليها 1. فهنبتدي نشوف الريفليكشن بتاع الباك دروب اوبجكت على السفيرز. خلينا نجرب 2. شكل الازاز ابتدى يرجع، بس لو بصينا على اليمين هنا هنلاقي ان هي لسه في حتت مش ظاهرة صح. فهنبتدي نعلي بدل 2. خلينا نجرب 6. بيبتدي الازاز يظهر بشكل صحيح. وبرضو لو احنا علينا لحد 8 مفيش مشكلة، بس
كل تعلية في كل value من دول برضو هتأثر على الوقت بتاع الرندر، فلما نوصل لللوك الصحيح لكل سين احنا بنحاول نرندره ياريت ما نعليش اكتر من كده علشان ده بيعلي وقت الرندر. وبكده هنكون خلصنا الترانسميشن. بالنسبة للفوليوم هنشوفه زي ما موجود في المانيوال بتاع أرنولد. أنا مجهزه عندي في البيكتشر فيور، فهندوس شيفت F6. أول صورة عندنا هي سحابة بفوليوم ريدبس فاليو 0، فالسحابة طالعة بالشكل ده أكن أصلا مفيش أي باونسز من الري لايت جوه السحابة خالص. بعد كده في عندنا والفاليو 5، فاحنا كده يعني شايفين الفرق على طول. اما خلينا اللايت ريز تباونس جوه الفوليوم بتاع السحابة بحرية اكتر لحد 5 مرات مثلا، فبقى شكلها اصح واحلى بكتير. بعد كده في عندنا اخر حاجة وهي الترانسبيرنسي ديبس. هنفتح اخر نل عندنا بتاع ترانسبيرنسي، هنلاقي السفيرز بالشكل ده. عشان نفهم ايه اللي حاصل هنفتح الماتيريال مانجر، لو دوسنا هنا هيتفتح. بعد كده هندبل كليك على ستاندرد سيرفيس شيدر دوت، نفتح الماتيريال اديتور نجيبه على الشمال هنا، وتحت الجيومتري هنلاقي فيها عندنا حاجة اسمها cut out opacity، وفي على يمينها لون جراي فهندوس عليه هيفتح لنا الكالر تشوزر دوت. وتحت خالص في عندنا حرف ال V دوت أو ال value هنخليها 100%. ونبص على ال IBR هنلاقي السفيرز كلها بقت visible. ولو خلينا ال value دي 0 بنخلي السفيرز مش ظاهرة أو invisible. ال value ال V أو ال value هو زيه زي ال opacity بالظبط في الأفتر. لو ال value 0 ف 0 opacity، فاحنا كده الأوبجكت احنا مش شايفينه. ولو خليناها أبيض زي ما احنا شايفين كده بتبقى 100% white، فبتبقى ظاهرة. هنخليها 50% أو gray، فهتبقى زي ما شايفين كده transparent. هنقفل ال color chooser والmaterial editor. بعد كده هنروح لل transparency depths ونخليها 0. لما خليناها 0 بنلاقي ان السفيرز كلها بقت اكنها ظاهرة بس اللون بتاعها مش صح. خلينا نعلي الفاليو بدل 0 نخليها 2. هنلاقي ان احنا لما خليناها 2 فاحنا كده قلنا لللايت راي ان هو ممكن يخترق باك وفيس من اي اوبجكت او من اول اوبجكت يعدي بيه. خلينا نخلي دي 4، فاحنا كده علينا عدد المرات اللي اللايت راي هيخترق فيها عدد من الاوبجكتس، فخليناهم 4. فاحنا كده عندنا 2 faces و2 backs، فستيل برضو الحتة اللي في النص دي مش transparent، فهنخليها 6. فزي ما احنا شايفين كده بقى شكلها صحيح. ولو علينا اي حاجة اكبر من 6 10 مثلا برضو مش هناخد اي حاجة زيادة، ولا السين هيتحسن ولا اي حاجة هتحصل بالنسبة للسين دوت. بس في سينز تانية ممكن يبقى احنا محتاجين فعلا ان احنا نعلي ال transparency depths لو في transparent object عندنا في السين بتاعنا. ودي كانت نهاية الكورس بتاعنا. أتمنى يكون الكورس عجبكم وتكونوا استفدتوا وتعلمتوا أي حاجة من الكورس، وشكرا لكم.